بقرية طهر والصف ببلدية الطهير في ولاية جيجل وبدعم من محسنين بادروا بتنظيم دورة كروية خيرية شارك فيها إمام المسجد وفرق تمثل عديد الأحياء من أجل جمع الأموال لمساعدة التلاميذ اليتامى والفقراء. تقرير صلاح مير. من مسجد عمر بن الخطاب بقرية الطهر والصاف بجيجل انطلقت الفكرة لمساعدة اليتامى والفقراء بالأدوات المدرسية. كانت بادرتها وبدايتها من المسجد، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حثنا نبينا عليه الصلاة والسلام على أن نكون عونا لإخواننا، فحثنا على هذا في عديد الأحاديث بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. قال لنا: من كان في عون أخيه كان الله في عونه. وقال لنا أيضا في حديث آخر: من أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب أخيك المسلم. دورة كروية جمعت مختلف فرق الأحياء بما فيها فرق من خارج بلدية الطهير. نشكر الجميع على هذه المبادرة الطيبة والتي أثمرت بعد جهد جاهد بتوفير أكبر كمية من المحافظ لفائدة الأيتام والمحتاجين. فائدة الأيتام والمحتاجين الحمد لله فات الرقم اللي كنا نتوقعوه. أنا الأسبوع المقبل كنا في حوالي 26 محفظة، اليوم بفضل الله وزعنا أكثر من 130 محفظة. مبادرة التف حولها الشباب وإطارات رياضية ودينية بما فيها إمام المسجد الذي كان منظما ولاعبا. اليوم وصلنا لختام الدورة الخيرية هذه التي كانت بمشاركة 16 فريق من جميع نواحي دائرة الطاهر. يعني الدورة جرت في روح رياضية. نشكر جميع الفرق التي شاركت وأي واحد كان معنا في الفكرة. في النهاية كثيرة هي الأفكار البسيطة التي تصنع الأفراح الكبيرة، والأجمل أن تكون الفكرة من إمام خلفه شباب. في الشان التربوي تدعمت ولاية قسنطينة بثانوية جديدة للرياضيات استقبلت 100